كمبيوتر ويتعلم صنعة كمان، يبقى المكان ده للعلم والعمل. مبروك يا أحمد. شكرا. وأجمل هدية، أجمل رحلة، رحلة العمرة. نروح ونشوف سعيدة الحظ، نقول لها ألف مبروك. نكمل دعوتنا برضه لكل واحد فقد أمه أو عاوز يعمل خير. نسمع إنه مثلا يكفل الطفل يتيم، لا احنا بنقول تعالى اختار أم وزورها، تبقى أمك كده. عاوز علبة دواء تجيب لها مثلا حاجة تذكارية. اللحظات دي ما حدش يحس بيها إلا اللي هم حاسين إن هم مقفول عليهم باب. تخيلوا المكان ده اللي كله ستات طيبات، لو في 10-15 بنت معاهم هيعملوا إيه؟ هيبقى في فرحة. أو ولاد يجيبوا لهم هدايا بسيطة، مش كده حاجة؟ طبعا يجوا يزوروك. كلامك صح. بس احنا عاملين دعوة إنه زي ما احنا عاملين كفالة للأطفال الأيتام، يبقى في كفالة للأم. يجي هنا بس مجرد إنه يختار أم هنا مرة كل أسبوع كل شهر، يقول لك إزاي. يا ريت. أنا هنا بقالي سنتين، ابني ما زارنيش مرة. أنا هنا بقالي سنتين، ابني ما زارنيش مرة. عندك ابن واحد؟ لا إزاي؟ أنا معي 4. ما حدش بيجي يزورك منهم؟ لا والله كلهم بيزوروني. بنات؟ إلا الكبير، لا 200 وولدين. إلا الكبير ده هو اللي مش عارفة معايا ليه. عاوزة منه حاجة ولا حاجة؟ لا 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 الحمد لله، أنا معاشي مكفيني الحمد لله. زيارة بس؟ بس يبص عليا أعرف إن هو جه يشوفني بس. لو هعمل لك ايه بس يبص عليا أعرف إن هو جه يشوفني. اللي عملتيه لو تعب بتزعلي عليه وبتقلقي عليه؟ طبعا مش ابني، ما هو ابني برضه، ما هو ابني برضه. في أول مرة أنا هنا بقالي سنتين، ابني ما زارنيش مرة. ادعيله بالهداية كده، ربنا يكرمه. ربنا يهدي. تبقى صعبة دي. صعبة ياه، مش هقول لك ازاي، مش عارفة اقول لك ايه اللي بيحصل. سنتين ما قالكيش ازيك ولا شيء؟ والله العظيم 3 ولا عيد ولا رمضان ولا عيد لا 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 ما دخلش من باب الدار، ما دخلش من باب الدار. في شباب او رجاله او ستات لما الام تتوفى بيقعد يبكي العمر كله، اتمنى لحظه واحده اشوفها. وفي ناس ابناء ربنا يهديهم ويصلح حالهم، يعني يبقى عنده ام طيبه زي دي، يجي لها 5 دقايق بس يقول لها ازيك عامله ايه. مش عايز منه حاجه يا عم. والله ما عايزه منه حاجه يا ابني، والله يا ابني ما عايزه منه حاجه. اعمل لها تمثال والله يا ابني ما عايزه منه حاجه. حبيبة قلبها فوق الخيال، بس يبص عليا اعرف ان هو جه يشوفني. اللي سهرت انا هنا بقالي سنتين، ابني ما زارنيش مره. واللي شالت حمل جبال. هكمل معاكم للامام، بس احنا النهارده معانا رحله عمره هديها للحاجه اللي ابنها ما زارهاش بقالها سنتين. يا رب اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك. صلي على النبي. قاعدة على الكرسي طيب. رقت عيناي شوقا. يا رب اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. السلام عليك يا رسول الله. تشرف برنامج الامام رحله عمره، الف مبروك. والله فرحانه قوي، ما بتتقدرش الفرحه اللي انا فيها. في نظرك ماله؟ بتقولي ما مش شايفه ليه؟ نعم نظرك ماله؟ سكر. السكر يا تعرف تطلعي العمره طيب؟ ان شاء الله ربنا هيقويني، ان شاء الله ربنا هيقويني وينور لي طريقي. يا نبي الله. مش مصدقه ان انا هطلع عمره واشوف الكعبه، اشوف الكعبه. يا
شاء الله مبروك للست طيبة اللي كسبت، ومبروك ليكوا. هنكمل معاكوا وللأمام. وجميل سيدنا النبي وجميل. آخر مرة شفتوا تورتة وحفلة زي دي امتى كده يعني؟ في المكتبة اللي على البحر بمناسبة عيد الأم وعيد الميلاد. عيد ميلاد. طب كويس. النهارده عيد ميلاد مين؟ عيد ميلادي أنا. انت؟ أيوة. 22 سنة اهي. لا والله 72 سنة. النهارده عيد ميلادك والله؟ 72 سنة كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيب. حضرتك طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to سوسن. Happy birthday to you. كل يوم يفوت شوف عملت ايه بكره لو ما جاش انت روح نادي حلمي لو بعيد برضه عيش عليه بكره يبقى بيك واقع انت فيه للامان. نشوف أجمل صور افتكاسات. الصورة رقم 1. اثنين. صورة رقم 3. والاختراع ده بنقدم صورة هي مش اختراع، ولكن نفسي اشوف ده في بلدي. الصندوق القمامة عامل ازاي، والعربية بترفعه بالدراع بتاعها دون استخدام بشري. بصوا بيستخدمها ازاي وبيمشي على طول. متى نرى هذه الصورة في شوارع القاهرة الكبرى؟ في القاهرة، في الجيزة، في القليوبية، نشوفها في اسكندرية. محتاجين ايه؟ الفكرة، ادي الفكرة ايه. نفسي اختراعاتنا تبقى عملية. نفسي في مدارس المتفوقين تزيد في مصر. كل حي يبقى فيه مدرسة أو 2. كل مجموعة قرى يبقى فيها مدرسة متفوقين. نشوف اللقاء ده وأكمل معاكم. كل يوم يفوت شوف عملت ايه بكره لو ما جاش انت روح نادي حلمي لو بعيد برضه عيش عليه بكره يبقى بيك واقع انت فيه. دول فازوا بالمركز الرابع في مسابقة في أريزونا في أمريكا. بقولكوا أهلا بيكم. مبروك. الله يبارك فيك. رجعتوا إمتى؟ احنا راجعين الاسبوع اللي فات. أنتوا الاتنين اشتركتوا في الاختراع. هو البروجكت أو المشروع إيه؟ هو البروجكت اولا عن تحليه ميه البحر. فهو في البدايه هو بينقسم لشقين اساسيين. الشق الاول عباره عن نانو ماجنيتايت ممبرين، والشق الثاني عباره عن سوبر كوندكتيف موتور علشان نحل بيه مشكله الميه. تمام. هي الفكره ان احنا كنا استخدمنا الموديفيكيشن بتاع النانو ماجنيتايت عشان الفيرمagnetic بروبرتي بتاعته هي ليها افكتيف عالي يعني في السولت ريزكشن. كنا احنا دمجنا ما بين الابلكيشن بتاع السوبر كوندكتور والممبرين لانه ما كانتش اتعمل قبل كده، فكانت دي فكره يعني عشان نحاول نقلل الانرجي. بس احنا لسه ما خلصناش البحث، لسه بنكمل فيه يعني. المسابقة اللي كنتوا فيها كانت فين؟ هي كانت مقامه في اريزونا ستيت في الولايات المتحده الامريكيه. دول الرابع على 75 متسابق. ده المشروع أتمنى يطلع للنور. عندنا مشكلة في المية وبنتكلم على سد النهضة والمشاكل والحاجات دي. تحلية البحر فيه مليون اختراع ومليون نتيجة. في نتائج بتطلع نص ونص، وفي ناس تطلع 100% بتطلع المية صح. شفت في إيطاليا اختراعات رهيبة. أتمنى إن بناتنا يوصلوا إن هم مدينة زي شرم الشيخ عندها مشكلة في المية نحلها، ناخد مدن كاملة ونحل مشاكلهم. محتاجين عمل ومش كلام. نكمل معاكم مشوار الجوائز. هي مش جايزة، هي تكريم، والتكريم بنقدمه في دقيقة، لكن هي رحلة سنوات، رحلة العمر. للأمام بنشوف الناس الطيبة، الناس العظيمة، الأم المصرية المكافحة اللي بتشتغل عشان تربي ولادها. مش مهم يبقوا معاهم إيه، المهم هم تربوا على إيه، على الأمانة، على الأخلاق، على حاجات كلها بندور عليها عشان بلدنا تفضل زي ما هي، تفضل بالحب، تفضل بالإيمان، تفضل بالنظافة اللي احنا شفناها من زمان وهتستمر. للأمام مع ست طيبة، الحاجة اللي بنكرمها النهاردة. ازيك يا حاجة؟ اسمك ايه؟ نبيل عبد السميع.
انت لابسه رسمي النهارده اهو. ما لازم عشان اقابل حضرتك. تكريم اهو، ربنا تكريم. يكرمك يا رب. ربنا انت يكرمك. تستاهل اكبر تكريم من عند الله، لان انت انسان محترم. ربنا يكرمك. والله. قول لنا قصه كفاحك كده في دقيقه يعني. حاضر. انا اسمي نبيلة عبد السميع محمد، عندي 64 سنه، بشتغل خادمه في مسجد. انا ولادي دول انا ربيت 4 رجاله. زوجك؟ لا، سيدنا من سنين كبيره، يعني كانوا ولادي صغيرين. مش كده اشتغلتي؟ اشتغلت. انا من صغري بحب العمل، كنت بعمل مع والدي وكده، يعني انا متعوده على ان انا اشقى. في احسن من الواحد يشتغل في مسجد، ما دي حاجه كويسه. والله لا، ده جميله. انا بشتغل في المسجد بكل حب، وببقى في منتهى السعاده وانا بقضي لحد طلب، بجيب لست مسنه كرسي، لما بقى اكنس، اما اصب اغسل الحمامات، ابقى في منتهى السعاده والله. البنات بيضحكوا ايه، مبسوطين ولا بتضحكي فرحانين؟ ليه؟ لا، فرحانين بستهم. ده كفاح على فكره. طبعًا، دي حاجه عظيمه يعني. حاجه جميله والله. ربنا يخليك. يعني احسن حاجه ان الانسان يشتغل بايده ويعمل. طول ما الانسان برجله في الارض بيمشي لازم يشتغل ولازم يعمل. طول ما الانسان برجله في الارض بيمشي لازم يشتغل ولازم يعمل. كان في حكايه ان الشيخ شعراوي مره كان عنده رحمه الله عليه، كان عنده ازمه ومشكله، راح في دورات المياه في مسجد سيدنا الحسين، وراح غسلها وغسل الحمامات. ده فيه ثواب كبير قوي في الحاجات دي يعني. اما بخش المسجد بنسى كل حاجه والله العظيم. ربنا يكرمك يا رب. بلاقي قوه على قوتي مليون مره. وبشتغل وبعمل والحمد لله، ومخليه اولادي الحمد لله. تعالى ربيتهم. اسمك ايه؟ محمد امام. انت بتشتغل ايه يا محمد؟ انا شغال موظف في شركه سياحه. عاوز تقول ايه لوالدتك؟ عايز اقول لها كل عام وحضرتك بخير، والف شكر ان انت ربيتينا لغايه ما بقينا رجاله، وربنا يقدرنا ان احنا نرد لك ولو جزء صغير من اللي انت قدمته لنا والله طول حياتك. ربيتهم على خلق وعلى دين وعلى مبادئ، وربيتهم احسن تربيه والله يا استاذ. ولسه شغاله لغايه دلوقتي؟ لغايه الان، لغايه ما اموت. انا قلت لهم انا اموت في المسجد وبيصلوا عليا هنا. ربنا يديك الصحه ربنا يا رب. يخليك. ربنا يكرمك. انا فرحتي بيك كبيره والله. انت انسان طيب، وانت انسان خير، وانت انسان بتحب ربنا الخير. يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك لك. انا مش اقسم بالله، انا مش بقول لك كده مجامله، انت انسان لا يا طيب ستي، لا لان انا بحبك من زمان وبدعي لك في ظهر الغيب، لان انت انسان طيب ومحترم. انت ست جميله وطيبه، ربنا يخليك لينا. وكل ست مكافحه، كل ست طيبه بتعمل عمل لو صغير ادام هو شريف، ده عمل كبير. دي بلدنا اللي احنا عايزينها، الناس تكافح وتشتغل، الناس اللي بتنزل الصبح عشان تقول يا رب وترجع عشان تشوف ولادها في المدارس. احيانا والله بقوم الفجر، احيانا يبقى الدنيا ضلمه وانزل جري عشان الدروس، ايام الدروس. وفي رمضان ببقى فرحانه بالتهجد واقعد معاهم للفجر. يعني ناس جميله، كل الناس كويسه، وربنا يخليكم يا رب. هديه البرنامج. ربنا يبارك في عمرك، ربنا يخليك. مين بيعرف يقرا كويس؟ انا متعلمه. بشرف برنامج ايه ده، رحله عمره. الف مبروك، مع تحيات الاستاذ طارق علام. سافرنا بره وقدمت في الأسير السنة اللي فاتت فكرة المشروعات الصغيرة. جيت هنا في هذا المكان من سنة وعملنا فكرة المشروعات وقدمناها لمتحدي الإعاقة. واحد الزملاء كان معانا. أكمل ونشوف الحكاية. قلنا مشروعات صغيرة، مين اللي هياخدها؟ مين اللي هيساعد؟ مين اللي ممكن يستفيد معانا؟ نبدأ بمتحدي الإعاقة، منهم هذه الفتاة اليتيمة. قصة نقول عليها مش فشل، لا نقول عليها قصة نجاح جميلة حلوة. لما المجتمع يكتمل يبقى ايد واحده. نشوف سيده اول واحده بتكسب معانا، المشروع الصغير هيبقى كبير لانه ده حلم، لانه ده العلم. نروح هناك واكمل.
الله باذن الله. إن حالتها هي مش لوحدها، مش برقبتها، هي طبعا يتيمة الأم والأب ومعاها ابن أخوها وعاوزة تشتغل، عاوزة مشروع. يا ترى كم جهة ممكن تعمل مشروعات كده؟ يا ترى كم جهة ممكن تتبنى مثل هذه القدرات اللي ممكن نقول عليها فائقة لأن عندهم طاقة كامنة؟ اوعوا تفتكروا إن اللي قاعد على الكرسي ده معاق. الإعاقة هنا في الدماغ. سيدة مع دار الأورمان، بشكر المهندس حسام أباني اللي بيتعاون معانا، وده بداية المشروع الصغير. هشوفها بتشتغل وهنتابعها، وكل اللي بيحلموا يبعتوا لنا عشان نحقق أحلامنا ولو صغيرة. ما تقعدش في البيت ما تقولش أنا عاوز وعايز، قول لا عاوز أشتغل. إحنا كلنا نبقى إيد واحدة. كل يوم يفوت شوف عملت ايه بكره لو ما جاش انت روح نادي حلمي لو بعيد. كل يوم يفوت شوف عملت ايه بكره لو ما جاش انت روح نادي حلمي لو بعيد برضه عيش عليه بكره يبقى بيك واقع انت فيه. كل يوم يفوت شوف عملت ايه بكره لو ما جاش انت روح نادي حلمي لو بعيد برضه عيش عليه بكره يبقى بيك واقع انت فيه. محتاجين بلدنا تبقى أحلى ومحتاجين عمل ومش كلام، لسه باقي فينا أمنياتنا للأمان. أهلا بيكم بالحلم بالعلم بالعمل بالأمل، مصر للأمام. أهلا بيكم حلقة جديدة، لقاء جديد كله أمل. خدكم روح فرنسا وأكمل معاكم. فرنسية؟ لا مصرية. أنت فرنسية؟ منين من مصر؟ من الكيرة. القاهرة؟ أنا حتة في القاهرة. أنا لا أمي من مصر. دوندي. وإسك ده لوكير؟ دقي. الدقي. أنت بتدرسي هناك؟ إيه؟ بتدرسي هناك؟ بتدرسي؟ لا أنا بشتغل في الكيرة. متجوزة مصري؟ لا. ده مصر جامدة أوي، أنا ما أعرفش إيه ده. مونتابل؟ مورجان. مرجان أحمد مرجان. مرجان. هي مرجان بتشتغل في مصر؟ توي ان فاكانس إيسي؟ لا أنا ساكنة هنا. ساكنة هنا وبتروحي مصر تقعدي قد إيه يعني؟ أنا يعني بعدين أنا ساكنة في كايرو باش، دلوقتي أنا ساكنة هنا. وأنتي فاهمة ليلى مراد؟ ليلى مراد طبعا دي من زمان دي. ليلى مراد ma sœur de mon grand-père. اكتشاف هنا، هي والدها أخو ليلى مراد الكبير، وطبعا هي راحت مصر، راحت الدقي C'est quoi en fait ce truc؟ جي ترانسليت. بس أنا تم إيجيبت. بتحب مصر؟ أنا عارفة أغاني ليلى مراد؟ أنا بيب إيجيبت، أنا بيب مصر أوي. أم الدنيا. أم الدنيا ممتاز. أنت عارفة أغاني ليلى مراد؟ أنا قلبي دليلي قال لي هيحبك. تسي؟ Oui la chanson. شانتي maintenant. لا. Je peux pas. مش ممكن. Non. Tu regardais le film de ليلى مراد؟ Oui, كتير. بيكو كتير فيلم، بس أنا مش عارفة يعني le nom. علشان دي تبقى عمتها ليلى مراد ومقيمة هنا في فرنسا وبتحب مصر قوي. انا سعيد ان في البرنامج بقابل ناس كتير قوي، وهي اللي جت كلمتني انا ما اعرفهاش. مرجان، استناكي في القاهرة ان شاء الله. ان شاء الله. قديمة، ازاي يبقى عندك مكان نقول فيه الحاجات المستعملة او القديمة يبقى مزار سياحي. دي لقطتنا ودي فكرتنا اللي بنقدمها لكم من جنوب باريس. Par photo. تعرف مصر بس بالصور. Et le musée et l'exposition tout en commun. La première qui a été faite dans les années 60. بس ما راحتش خالص مصر. دي بقى بتحب مصر من خلال الصور، عشان كده أهمية الصور الجميلة تطلع عن مصر كتير قوي. الناس بترسم الصورة الذهنية لمصر تبقى عاملة ازاي. ستيفانية
ولا انا مبسوط اني قابلتها Très content de vous voir. ونشوفها في مصر قريب ان شاء الله. Et j'espère un jour vous allez en Égypte. Ah ben, J'attendais toi dans j'aimerais l'Égypte. bien. Ouais. Oui, نفسها la vallée يكون. des rois. Voilà. Ça aurait عايزة été البلد formidable. voilà Oui. مملكة الملوك بتاعت مصر وعايزة الحاجات الفرعونيه يعني فرعونيك. الفرعون tout ça impossible. Voilà. ميرسي ستيفاني. دي ايه الحاجات القديمه ممكن تستغل كمزار سياحي، ويمكن النهارده اجازه لسه الاعداد هتزيد، بس شوفوا النظافه والجمال عامل ازاي. اعتقد اسمه هنا جول فاليس. ده مكان جميل. بتشوفوا هنا العجل زمان كان عامل ازاي، في بوت بتوع زمان اهو بس خشب. حد عاوز يشتري؟ ألف معاكم ونشوف بقية الحاجات. مش قديم قوي، ده تقريبا ده كرسي بتاع دكتور. هنا صان، ألعاب جميلة. خد يا عم عادل، تعالى يا عادل، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عادل ده من اجدع الناس هنا. وعادل مبروك يا عم الطاقية دي، خد. ميرسي. الوادي دوني الارجان لازم. ايه العاده دي بقى؟ تعالى. العادة هنا يعني بتجيب رزق. احطهم على حاجه ولا ارميهم؟ ترميهم في اي حته. يعني انت داخل محلات كده في اول يوم تجيب الفكه وتروح ترميها. ده يمكن يتباع ده. عادل عوض ابن اسكندريه، اهلا بيك يا عادل. قدم نفسك كده. وبقى لك كام سنه؟ عادل محمد عوض، بقى لي 36 سنه. عادل تعب معايا في التصوير على فكره، انا شغال معايا بس. ربنا يخليك. المحل ده بتاع ايه؟ انتيك؟ ده انتيك. انا في حاجات كتيره، بس احنا شلنا حاجات كتيره من هنا. وعاملينه كنا عشان شريكي نابليون غاوي بيعمل كوليكشن، يعني هاوي نابليون بقاله سنين كتيره. يحب نابليون. في مجانين هنا بنابليون، وفي مجانين هنا لنابليون، وفي اسوسياسيون يعني جمعيه برضو لنابليون. مصر محتاجه ايه دلوقتي؟ محتاجه للامان زي ما انت بتقول، محتاجه ان احنا نقدم يعني في كل حاجه. ازاي بقى؟ شغل طبعا، لازم نشتغل، لازم نبقى احنا بنيجي من الساعه 6 الصبح هنا، 6 الصبح وحد اللي هو الاجازات. الاجازات في كل المجالات التانية، الاسواق اللي زينا بس كده تبطل كلام وتشتغل. يا ريت. وفي ناس هنا لو شفت برضو كبار السن، يعني مثلا مدام ستيفاني جارتي اللي في الوش بتيجي الساعه 7 ولوحدها 6 7 الصبح، وبتقعد السبت والحد طول النهار لغايه الساعه 6. فالناس يعني هو اهم حاجه الشغل، اهم حاجه يكون عندنا عزيمه ان احنا نشتغل ونقدم لقدام للامام ان شاء الله. ان شاء الله. عاوز تقول ايه بقى للناس في مصر؟ اقول لهم الى الامام. اولا احنا يعني لازم نشتغل كلنا، ولازم نبقوا قلبنا على قلب بعض ونساعد بعض زي ما بيحصل هنا. واي حد عنده مشروع، عنده فكر في اي مجال، ممكن نستمع له وممكن نساعده ونقدمه. نساعد الافكار الجديده. نساعد افكار جديده، في افكار جميله في مصر. يعني انا مصري، وفي ناس كتيره مصريين هنا وناجحين في مجالات، كل المجالات. طب احنا ليه بننجح بره وما ننجحش في بلدنا؟ عشان هنا عندنا المجال، وفي اللي يسمع لنا، وفي اللي بيقدم لنا ايده ان احنا نعمل حاجه. أعزائي المشاهدين، نكمل معاكم ونشوف الصور الحلوة اللي بنشوف المصريين ازاي بيعملوا الافتكاسة، ازاي بيعملوا الاختراع، ازاي بيتغلبوا على كل الظروف. بصوا شوفوا الصورة دي. أو الصورة دي. وكمان دي. بنضحك. طب ما نحل مشاكلنا في المية، في الطاقة، ناخد كل اختراع. لقطة وأكمل معاكم. أعزائي المشاهدين، بنتكلم على فقرة العلم، فقرة الاختراعات. بنشوف أحدث حاجة في العالم، إن العربية يتم تصميم العجل بتاعها إنه يبقى خفيف. لو واحد نام تحت العربية، حتى لو بيضة اتحطت ما تتكسرش. ممكن يخفف من الأزمات والصدمات بتاعت السيارات. ده أحدث اختراع في العالم.